مساء السعادة، تعالوا نعمل حلا بارد عشان يرطب على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده. تعالوا بينا نشوف الحلا البارد ده اللي كل حاجة معمولة على البارد على البارد، وحاجة ايه ببساطة وبكل سهولة وما فيهاش تكلفة خالص يا جماعة. الحاجة اللي هقولها لكم هتبقى بسيطة وهتشوفوا بنفسكم. تعالوا نحط 5 كوبايات لبن ونسمي الله ونصلي على الرسول. باردين يا ماجي؟ باردين. اوعوا تسخنوا، ده كله على البارد لغاية لما احط انا 5 دقايق على النار. بعد كده ادي كوبايه، هنحط 5 كوبايات، ادي 2. خليكم معايا، حطينا 5 كوبايات وهنحط 5 معالق كسر. الكسر ده بنشتريه من عند السوبر ماركت، سمي الله. ادي 2 وهنكمل ونرجع لكم. وهنحط 2 فانيليا بعد ما حطينا 5 كوبايات لبن و5 معالق كاستر. هنحط 2 فانيليا. اوكي، وهنقلب الكلام ده كله على البارد عشان ما يكلكعش معانا على البوتاجاز. مش انت قلتي يا ماجي كله على البارد؟ امال انت ليه هتدخليني على البوتاجاز 5 دقايق بس؟ تغلي معايا مش اكتر، ومش عايزه حاجه من البوتاجاز تاني. اوكي كده زي ما انتم شايفين كده. هنقلب كويس جدا، هنحط على البوتاجاز، هنولع العين وهنحطه على البوتاجاز. مجرد ما يغلي اول غلوه، مش تاني غلوه، اول غلوه. اول ما يغلي اول غلوه هطفى عليه وهقول لكم هعمل ايه. وبالتقليب مستمر عشان ما يكلكعش. يا دوبك اقف ثانيه اكمل تاني عشان اول ما يغلي معايا غلوه هطفى عليه. معايا بسكويت. اوكي، النوع ده او النوع ده او دوت اللي يعجبكم، بس يكون ساده، بتاع شاي. بسكويت اللي بيتسقى في الشاي اللي هو الساده. معنا منه 3 بواكي بس، اللي هو كبير مش الصغير. بس انا بحب اجيب العلبه كامله وانا اخد، واللي يفيد يفيد. انا بحب كده عشان صليتي زي ما هتاخد هتديها، هترصي اول رق. وانا اوريدي رصيت اول رق عندي، عشان ده اول ما هيغلي وهطفي هروح صبه على طول معاك، وانا معاك اهو. هنروح حاطين على الصينيه اللي هي معموله دلوقتي مرصوصه اهي. بس مش رق واحد، احنا هنرص. احنا رصينا رق واحد، هنصب عليه ونحط كمان رق بسكويت، ونصب عليه ونحط كمان 3 رقات ان شاء الله، وعلى حسب الصينيه بتاعتك والسمك بتاع صينيتك. اوكي، نفس المعلقه اللي حطينا بيها 5 معالق كاستر هنحط بيها 5 معالق سكر. نفس المعلقه، نفس المعلقه. 2 3 4 5. ونقلب قبل ما تغلي. معايا معلقه زبده ما عندوش، ما خلاص ده اختياري يا جماعه. يعني لو عندك زبده صحيحه مش مسيحه اوكي، عندك مسيحه تحطي معلقه واحده كده. وهنقلب لان هي اوريدي خلاص كده هتغلي، وهنقفل عليها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي كده خلاص. تعالوا معايا بقى نشوف هنعمل ايه. هي غلت وهنطفي عليها وهو سخن كده، وبسرعه بسرعه نفضي لان هو بيجمد بسرعه. نفضي كده، نحط راق على البسكويت الاولاني. حطينا كده، غرقنا الرق كله بالكاستر واللبن اللي احنا عملناه معاكم. وهنحط ونرص التاني كمان اللي هو الوش التاني. اوكي خليكم معايا. وادي التاني اترص، وبرده نرجع بسرعه نسمي الله، صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. وبرده نحط عليه كله. وده الرق التاني الاخير اللي هو التالت والاخير، وحسب برده الصينيه عندك. اوكي، هنرص الرق ده ونرجع لكم اللي هو اخر حاجه. وصلنا للرق الاخير، وانا معاكم خطوه بخطوه خليكم عارفين. نسمي الله كده على مهلنا ونحط كده. رصينا خلاص بسكويتنا 3 رقات بالظبط. كل رق هيبقى في منه عنده كاستر كده باللبن بكله يتحط عليه كل رق. اوكي، هنفضي الكلام ده ونرجع لكم. اوكي، هنشغل عليها المروحه تبرد، وبعد ما تبرد نحطها في التلاجة. تعمل ايه في التلاجة؟ نص ساعه تطلع مسقعه متلجه وعامله زي الايس كريم كده، وحاجه كده جميله قوي، واكل فاخر من الاخر مع ماما ماجي. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد نص ساعه. هنقفل ثواني نبقى مع بعض. طلعناها من التلاجة، واحنا طبعا اتفقنا على البسكويت بس ما اتفقناش على يعني اتفقنا ان لا ده، لكن انا بفضل ده. اوكي، ده جميل والباكو ب 10 جنيه. لو انا ما جبتش علبه على بعضها، العلبه ب 50 جنيه على بعضها فيها 6. طب انا جبتها قطع، هجيب 3 هعمل بيهم الصينيه عشان ده كبير ومليان. ده بقى صغير شويه، العلبه مليانه وانا مش بحبه قوي اللي هو ده. قولي لي كده، انا مش شايفه ليه الكيس مداري. ماشي، العلبه هو ده اللي هي اللي هي دي. هو مش وحش بس الاحلى والافضل في الحاجات دي ده. طب انا ما لقيتش الا هو، هضطر اعمل. انا النهارده مثلا ما كانش عندي غير دوت وما كملتش، رحت مكمله من ده. مفيش مشكله نكمل بسكويت عادي يا ماجي. شكلي بسكويت لو انت ما عندكيش انواع البسكويت كامله بتحطي، ما عندكيش مشكله. اوكي،
هنيجي بقى نعمل ايه؟ تعالوا بقى نعمل ايه؟ احنا عاملين شوكليت، عملناه ازاي يا ماجي؟ ده بقى انا رحت حاطه، كان عندي قطعتين شوكليت، جايباهم انا من عند السوبر ماركت شوكليت، او من عند العطار بتاع اللي هو بتاع الحاجات الحلوه، برضو عطار وبيبيع كل حاجه يعني صراحه. مش يعني مش هو، مش هتقولي بتاع توابل، لا، وبيبيع الحاجات دي. حطينا القطعتين في كوبايه، وحطيت عليهم معلقه لبن، وحطيتهم في الميكرويف. عملت لهم حمام بخار بس في الميكرويف. انت ممكن بقى ايه، تحطي في الكوبايه وتحطي تحت الكوبايه ديت حبه ميه سخنين جدا في حاجه، وتحطي الكوبايه عليهم، بس ما تخليش الميه تطول الشوكولاته، بس مش اكتر. انا معايا خل، عايزه اعمل لا مؤاخذه هنا ايه، حاجه بسيطه، بسبوس بسيط كده، احط منه ايه، انزل منه للي عايز، مش للي عايز. انا بنتي بتقول لي عايزه اخليها كده، لان احنا عملناها قبل كده وكانت تحفه. اوكي، انا عايزه اعمل بالشوكليت لاولاد بنتي، وهي هخلي لها النص التاني عادي يعني اللي عايز. فهنعمل ايه، هنعمل كده، نرسم بقى بالشوكليت. اوكي، هنرسم زي ما احنا عايزين طبعا. ده حاجه ايه، ثواني بس، ثواني، اصل انا ايه، الكيس انا مش عايزه اعمل فيه حاجه جامده عشان ما ينزلش مره واحده الشوكولاته. لازم يبقى بسيط، اول البسبوس اللي انت تبقى عاملاه يبقى بسيط علشان ما ينزلش كتير. اوكي، هنرسم بالطريقه دي زي ما انت عايزه، اصل ده ايه، دي اذواق اهو. تك جامد هينزل، تتك جامد، بس البسبوس يكون رفيع عشان ما ينزلوش كله مره واحده. طب انا مش عايزه اكتر من كده، مش عايزه اكتر من كده عشان هي مش هتاكل الا ده. بصوا منظرها. طبعا اللي عايز بالشوكولاته هيعمل زيي، اللي مش عايز بالشوكولاته عايز بالكراميل، هتجيبي الكراميل تحطي برده، تعمليه برده بالخله بتاعت اهي الخله، بس الخله نظيفه تطلعيها من العلبه، تعملي بيها يا دوبك ايه، بسبوس صغنن كده، وتروحي حامله بيها. بصوا الكلام، حاجه بارد من الاخر مع ماما ماجي، تحفه تحفه، ايوه تحفه. طب تعالوا نشوف ونجرب. طب ما تيجوا نجرب، استنوا بقى معايا اما اجيب طبق ونجرب. تعالوا تعالوا، نسمي الله ونصلي على الرسول، ونطلع القطعه اللي احنا قطعناها. ايه ده، ايه الجمال ده. طب لا مؤاخذه بقى، لا مؤاخذه، سامحوني، ادوق دي ممكن. تحفه. ايه ده، لا لا كده مش هينفع، فين الشوكه. بصوا مبزبزه ازاي وجميله وسايحه ونايحه في نفسها. بصوا حلويات جميله مش مكلفه. القطعه دي ب 50 جنيه في المحل. احنا عاملين 1 2 3 4 5 6 6 قطع، ما كلفتش 80 جنيه. بصوا المنظر، وحلويات فاخر من الاخر، مع اكلات ماجي ومنير. ولايك وشير، وباي باي.